اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. هنعمل مع بعض النهارده شويه فول، هندمسهم مع بعض باسهل طريقه. احلى فول تعمليه للفطار او للعشاء كمان، وهنعمله بطريقه بسيطه خالص. اول حاجه معانا الفول، اي نوع فول بتحبيه. طبعا الفول زي ما احنا عارفين هننقيه كويس ونغسله، عشان لو في اي ترابه في اي حاجه مطرح ما انت جايبها، سواء جايبها سايب او معلق. كده الفول خلاص احنا نقناه وغسلته ونقعته حوالي 3 ساعات. ده بعد ما اتنقع حوالي 3 ساعات. معايا معلقتين فول مفصص وجزرايه مبشوره. لو ما عندكيش فول مبسط ممكن تحط عدس، ممكن تحط رز، ممكن تحطي معلقتين دقيق، بس الدقيق هتحطيه في الاخر خالص. كده معايا القدره. طبعا لو القدره حسب ما بتاخد سيبي فيها كميه، القدره دي بتاخد حوالي نص كيلو. لو حطيتي فيها كيلو هتبقى مكتومه، فانا حطيت فيها نص كيلو عشان تزوديها مره واحده بس وتغطيها عشان ما يسودش معاكي الفول، عشان في ناس كتير بتشتكي ان الفول بيسود. وهقولك كمان على معلقه تحطيه فيه مش هتخليه يسود معاكي خالص. كده انا حطيت نص الكيلو الفول ونزلت عليه بالمعلقتين الكبار الفول مفصص، طبعا انا غسلاه، وهنزل عليهم بجزرايه مبشوره. طبعا انا ما كانش عندي فريش، ده الجزر اللي احنا مفرزينه مع بعض قبل كده. طلعت في حدود حوالي جزرايه. وهقولك بقى السر في المعلقه اللي هنستعملها دلوقتي، هتخليه معاكي يطلع معاكي فاتح وما يجرالوش اي حاجه خالص. انا نزلت عليه ميه مغليه، انت ممكن تحط له ميه بارده عاديه خالص، بس انا حطيت عليه ميه مغليه عشان تسرع معايا الغليان. يعني مش هتفرق سواء ميه من الحنفيه او ميه مغليه. انا هحط له كل كميه الميه عشان ما يحتاجش مني ميه تاني ولا افتح عليه. والسر اللي قلت لكم عليه هو معلقه خل، ومش هيبان طعمها معاكي ولا هتحسي بيها حاجه خالص. وهتخلي الفول معاكي محافظ على لونه وعمره ما هيغمق منك، ومش هتحس بطعمها في الاكل. طبعا هنا الفول انا حطيته في الاول زي ما انتوا شفتوه كده في الاول، ووطيت عليه النار خالص كانك بتعملي قهوه. وزي ما وريتهولكوا كده هو كده استوى معايا. قعد معايا حوالي ساعتين، وشايفين لونه فتح وما جرالوش اي حاجه خالص. لونه فاتح معايا زي ما انتوا شايفين. والحبايه طالعه بحبايتها، ما سابش القشره بتاعته ولا جراله اي حاجه. في ساعات اما نيجي نسوي الفول بيسيب القشره، ده ما سابش القشره بتاعته ولا اي حاجه خالص. واستوى معانا وطلع معانا زي الفل. طلع معانا كانه لوز. واحلى طبق تعمليه فول في البيت للفطار او للعشاء، مش هيقول لا. وطبعا الكميه دي لو كتيره عليكي هتقسميها في اكياس وتحطها في الفريزر. الكيس على قد الطبق اللي انت بتعمليه، في اي وقت هتحتاجيه هتطلعيه. وده طبعا بعد ما وضبته كده للاكل، اللي هو يا دوبك زيت وملح وفلفل. انت بقى حابه تعمليه بالطحينه، حابه تعمليه بالصلصه، حسب ما انت حابه تعمليه. وهيطلع معاكي اجمل شويه فول. وما تخافيش من معلقه الخل اللي احنا حطيناها. وزي ما قلت لك، انت لو ما عندكيش الفول المفصص ولا العدس ولا الحاجات دي، في الاخر خالص هتجدوه بمعلقتين دقيق في نص كوبايه ميه بعد الفول بتاعك ما يستوي، وهتحطوهم على الفول، وهتسيبيه يا دوبك ياخد معاكي غلوه بسيطه عشان تتاكدي ان الدقيق غلى معاكي، وتقلبيه عشان ما يلزقش منك في القاع. ويا رب الطريقه دي تكون سهله وبسيطه، وما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم منه كل جديد. مع السلامه يا حبايبي. متنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وكومنت وشير عشان والصفر ده أكتر من ألفك. وانتوا قد إيه يا حبايبي. باي باي.